حياكم الله مجددا معكم في برنامج ملف الرقيب حتى الساعة 3. ملفنا اليوم إذا حول مكب زهرة الفنجان. بذكر لما بحكي عن مكب زهرة الفنجان عندنا طبعا أكثر محور. المحور الأصيل اللي هو الحدث الحالي للي صار وبعض الشبهات اللي أثيرت عن هذا المكب، وحبينا نستوضح مباشرة من رئيس مجلس الخدمات المشتركة لنفايات الصلب الأستاذ راغب العارف اللي كان معنا في الجزء الأول، وطبعا راح يظل معنا حتى نهاية اللقاء اليوم. وهناك جوانب أخرى حقيقة لها علاقة في طبيعة هذا المكب من البداية، كونه تم تخصيصه فقط لمنطقتي جنين وطوباس، وبالتالي الطاقة الاستيعابية عنده المفترض اللي هو عمره 15 سنة إذا ما تمش استثمار أو إعادة تدوير تلك النفايات بطريقة صحية وصناعية محترمة كما يجري في العديد من الدول منها تركيا على سبيل المثال وخلافها. شو بده يصير في هذا المكب بعد ما الآن رام الله العاصمة الإدارية الأبية المدلعة الاستهلاكية لحالها، رام الله بتنتج نفايات عن الضفة الغربية كلها ونابلس طبعا وقلقيلية. بدنا نتوجه مباشرة للأستاذ وليد حلاقة مدير عام مجلس الخدمات في وزارة الحكم المحلي. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ وليد، مساء الخير، يعطيك العافية. أهلا وسهلا. برحب فيك أنا والأستاذ راغب العارف. أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا بكم. حقيقة في المحور الأول ركزنا على قضية الوضع الحالي للمكب وما تم إثارته لاحقا حول موضوع بضائع مهربة أو نفايات إسرائيلية مهربة جاءت من طول كرم محملة ببعض المواد اللي هي مادة الحرير الصخري. وهنا الأستاذ العارف قدم لنا بعض النتائج اللي صدرت عن مختبرات في جامعة النجاح اللي بتأكد أنه هاي النفايات خالية من أي مواد، وقضية طبعا أنه هل هناك من يسمح بعبور نفايات خطرة أخرى على هذا المكب أو غيره في الوطن. واضح الموضوع الآن له أبعاد قانونية، والأخوة أيضا في بعض الوزارات المختصة الأخرى المفترض يكون لها رأي في هذا السياق، ورح نستوضح منهم خلال الأيام القليلة القادمة. كمكب زهرة الفنجان أستاذ وليد، وأنتم كحكم محلي مسؤولين المسؤولية الإدارية والمالية في هذا السياق. خلينا من المالية نبلش في الإدارية. اليوم المكب بيستقبل 4 محافظات 5 محافظات، وهو بالأصل تم إنشاؤه وتأسيسه على قاعدة أنه يستقبل فقط من جنين وطوباس. الفترة الزمنية، وأنا طبعا مش أول مرة بحكي عن هذا الموضوع بل حكينا فيه من عدة سنوات، الفترة الزمنية لهذا المشروع 15 سنة. اليوم القدرة الاستيعابية تضاعفت مرتين، بمعنى الكميات اللي المفترض يستقبلها هذا المكب تضاعفت مرتين. السؤال حال توقف هذا المكب عن استقبال المزيد من النفايات من رام الله ونابلس وقلقيلية، ما هي الخطة؟ ما هي خطة وزارة الحكم المحلي؟ وهل كان هناك خيارات أخرى مفتوحة قبل ما تسمح الوزارة لرام الله ونابلس وقلقيلية إنها تودي نفاياتها هناك؟ طبعا بذكر أن هذا الحكي كمان زاد العبء على القطاع الصناعي وعلى المواطن نفسه، بحيث أنه البلديات المذكورة زادت من رسوم جمع النفايات حتى تغطي تكلفة النقل، وهذا مش مناط لقائنا اليوم. تفضل يا سيدي. سيدي أنا بدي أرجع إذا سمحت لي. تفضل. ألو. تفضل يا سيدي. إذا سمحت لي، أنا بدي أرجع للخلف عدة سنوات. إحنا في 2010 قررنا الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وهذه الاستراتيجية قررت 3 مكبات صحية في الضفة الغربية ومكب في قطاع غزة. زهرة الفنجان بخدمة منطقة الشمال، في رامون لخدمة منطقة الوسط، وفي المنيا لخدمة منطقة الجنوب. حقيقة يعني بدأ العمل بالنسبة لزهرة الفنجان انه كان خصص لمحافظة جنين وطوباس، وكان من المفترض ان يستقبل 250 طن في اليوم. لا. الان يستقبل حوالي 1300 طن في اليوم، يعني بزيادة تزيد عن 1000 طن في اليوم، وهذا ادى الى كثير من الاشكالات اللي عمالها بيشكو منها الناس مثل الرائحة. احنا في هذا الاطار عملنا على معالجة هذا الموضوع من خلال التدقيق البيئي للمكب. تبين انه الاسباب اللي بتواجه المكب هي لها علاقة بعدم القدرة على الطمر المستمر وبمياه العصارة.
نعمل على معالجة هذه الأسباب من خلال توفير آليات، ووزعت آليات لمكتبة زهرة الفنجان بتاريخ 7/4/2016 لتمكنها من عملية التمر المستمر وتخفف من المشاكل اللي بتواجهها. بناء على الاستراتيجية سلطة جودة البيئة يجب عليها أن تراقب النفايات الخطرة وعبورها وإلى آخره. القصة التي حصلت في زهرة الفنجان إنه يستخدم سيارة تتهم بأنها مواد خطرة تدخل إلى المكب وتدفن بإشراف البيئة للأسف الشديد، وثم تصل إلى الإعلام، ولم يثبت حتى الآن تعاون إدارة زهرة الفنجان مع هذا الحدث، وإنما تم بطريقة غير سليمة. المرجعية حسب الاستراتيجية للقطاع هي مرجعية الحكم المحلي، يجب على سلطة جودة البيئة عندما تقوم بضبط أي شيء توجه إلى وزارة الفنجان أن تتصل بوزارة الحكم المحلي، لأنها المرجعية للقطاع وهي التي تدير الملف. الملف الخاص بالهيئات المحلية ومجالس الخدمات اللي تدير عملية إدارة النفايات الصادرة في الضفة الغربية وفي قطاع الغربية. احنا زودنا المكاتب بآليات ثقيلة تستطيع أن تحسن كثير من الأداء. لم يمضي على حتى بدأت هذه المشكلة، والمشكلة أضرت وكان وصولها للإعلام خطأ كبير، فلا يجوز أن نستبق أن نقول هذه النفايات خطرة تصل، ولم يثبت أنها نفايات خطرة، وأثبت بالتحليل المختبري أنه لا يوجد نفايات خطرة. طيب حضرتك ذكرت يعني قضية أعتقد أنها بتمثل حجر زاوية، وهذا الأصل فينا دائما نتوخى الدقة ونتوخى الحقيقة، لأنه اليوم إذا وقع يعني بدنا نقول ظلم معين أو إذا وقع حدث معين بكرة بيقع عندك يا سيدي وبعده بيقع عندي، فالأصل نكون حريصين على إيجاد المعلومة الصحيحة. وهذا السبب اليوم اللي خلانا نطلب الأستاذ راغب العارف وحضرتك حتى نقف على هذه الحقائق، وحاولنا نتواصل مع الأخوة في سلطة جودة البيئة لكن ما تمكنا أن نحصل حدا منهم اليوم، وواضح أنهم اليوم هم حجر الزاوية في كل ما يجري. حضرتك أستاذ حلايقة أكدت أنه المركبات هاي تم بالفعل إرسالها إلى فنجان إذا زهرة الفنجان، وتم بالفعل دفنها في زهرة الفنجان. لا، دفنها بإشراف البيئة، يعني دخلت بإشراف سلطة جودة البيئة. صحيح. وتم يعني فحصها وهي خالية من أي مواد سامة، أي مواد خطرة، خالية من أي مواد سامة على الأقل أنا قدامي التقرير اللي قدم لنا الأستاذ العارف، وبيأكد من جهة يعني محايدة إنه ما في هناك أي مواد خطرة في هي بالفعل كانت جاية مستوطنة ولا مش جاية؟ هي المعلومات متضاربة، لكن المعلومات اللي أنا بعرفها إنه في منطقة سي هناك شركة بتنظف الشوارع والمناطق والعبارات وإلى آخره حتى في المستوطنات. وتقوم بجمع النفايات. هسه هذه النفايات المفروض تدفن في مكتبات إسرائيلية لأنها مناطق سي. اللي حصل إنه هاي السيارة أخذت، لا أدري يعني شو السيناريو اللي رسم كيف دخلت إلى زهرة الفنجان، لكن أدخلت وكان موظف سلطة جودة البيئة بجانب السائق وأدخلها. بس معلش مرة ثانية، هو عادة يعني موظف جودة البيئة بيطلع مع هاي المؤسسة، بيطلع مع هاي السيارات أو الشاحنات. كان بجانب السائق. نعم صحيح. أستاذ يعني أستاذ راغب، نقل الموضوع للإعلام وتضخيمه هذا يؤدي إلى إرباك في العمل، يعني رغم الثقل هذا مشروع وطني ويجب أن يدار بشكل وطني ويجب أن يكون هناك مسؤولية، والمسؤولية تتطلب التعاون وليس أن اللي هي العمل بطريق يعني نصب الكماء وإلى آخره، يعني مش هيك تحل الأمور أو تدار الأمور. سلطة جودة البيئة يجب أن تتعاون مع وزارة الحكم المحلي، إذا وجدت أي خلل يجب أن تبلغ وزارة الحكم المحلي، ووزارة الحكم المحلي ملزمة بتصحيح هذا الخلل. يعني هو بخفيش عليك، أنا بثير بعض الأسئلة. يعني الأستاذ الراغب العارف بيأكد إنه سلطة جودة البيئة لم تقم بدورها الرقابي
الأمني الرقابي الأمني، ومع ذلك أنت بتأكد أنه نفس الشحنة هاي تحديدا كان فيها موظف من سلطة جودة البيئة موجود مع المركبة. في العرض التلفزيوني ظهر مدير مكتب سلطة جودة البيئة في طول كرم بجانب السائق، يعني هي قدمت من طول كرم إلى جنين. وهل هذا وضع طبيعي؟ وهل هذا وضع طبيعي انه يكون؟ لا مش طبيعي، الطبيعي انه يضبطها ويسلمها للاجهزه الامنيه او الى اخره ويتخذ الاجراءات. وبعدين يحقق، واذا ثبت تواطؤ شو اسمه بعدين تاخذ الاجراءات. بس في قضيه انه الاصل انه كمان ينسق مع الوزاره صاحبه المرجعيه اللي هي الحكم المحلي. الحكم المحلي، نحن ندير الملف، وزارة الحكم المحلي تدير ملف النفايات المنزلية، تمثل كل هذه النفايات هي مسؤولية الحكم المحلي. نعم. وهي خلينا بس نشوف رأي الأستاذ راغب على بعض النقاط اللي حضرتك أثرت فيها نقاشنا اليوم. تفضل أستاذ راغب. أنا بالنسبة للموضوع اللي أثاره الأخ الحلايكة هو واضح إنه أبدا سيارات النفايات بتيجي من كل المحافظات ولن يحضر بها موظف من سلطة البيئة على المكب، يعني ما برافق السيارات. وانت بتحكي عن عشرات السيارات عن مئات، ليش عن عشرات؟ يعني ما في عندهم اصلا مرافقة. الا انه حتى لو جدلا هاي السيارة ضبطت في طول كرم، ليش تبعت لي اياها على مكب زهرة الفنجان؟ وليش تبرها؟ جدل ليش تبعت لي اياها على زهرة الفنجان؟ يعني المفترض مباشرة يسلمها للجهات الأمنية، الأجهزة الأمنية، ويتصل مع الحكم المحلي. يتفضلوا في طبعا إشكالية. إحنا المسؤولية المباشرة عنك. هو في قانون بينظم هذا الحكي أستاذ حلايقة؟ يعني لو افترضنا اليوم الآن في الخليل يا سيدي، بلاش نقول في أي مكان آخر، سلطة البيئة ضبطت مركبة أو شاحنة فيها نفايات تعتقد أنه فيها مواد خطرة أو ممنوعة أو جاي من مستعمرة، شو الإجراء القانوني اللي لازم أعمله أنا كمدير جودة البيئة أو موظف؟ أنا عملت في سلطة جودة البيئة من 97 لل 2005. نعم. ضبطنا كثير من النفايات الإسرائيلية، رفعناها للمحاكم دون الرجوع إلى إنه المقصود ميدانيا. أستاذ حلايقة، ميدانيا أنا كموظف أو كمسؤول في سلطة جودة البيئة شو بعمل بنفس اللحظة لما بضبط هاي؟ يعني احنا بنعرف الأخوة في الضابطة شو بيعملوا، الأخوة في حماية المستهلك شو بيعملوا، انتوا شو بتعملوا؟ النائب العام نخاطب النائب العام. لما تمسك المركبة وين بتروح فيها؟ بس بالمركبة وليس اروح اسلم زهرة الفنجان. المركبة وين بتروح المركبة وين بتروح؟ وين تحجز؟ اين تحجز؟ هي مسؤولية النيابة. يعني بطلع فيها عن النيابة؟ لا هي مسؤولية، انا ببلغ، بعدين النيابة انا ابلغ بانه في هناك مخالفة. في هناك مثلا ضبطية، احنا نضبط احيانا في الموقع المصري، نصنع في اي مكان نفايات اسرائيلية، نبلغ النيابة تقوم باجراءاتها. وين بيتم حجز النفايات هاي او المواد الممنوعة؟ هي لا تحجز لانه هذه خطرة اصلا، احنا كنا نعيدها الى اسرائيل. مفهوم. يعني نطلب اعادتها. يعني نفس الحالة هاي حضرتك بتكرر، وبجوز الأستاذ راغب بوافق الرأي. نعم، عملنا في الخليل إنه طالما تم ضبط تلك الشاحنة في طول كرم، ليش ما تم إعادتها؟ يعني وطني. أستاذ عارف، راغب العارف، هذا سؤال كبير. الشاحنة انضبطت في طول كرم، واليوم بيقولوا إنه فيها مواد سامة في طول كرم. شو اللي خلاها تطلع على زهرة الفنجان وتنكب أيضا تدفن في زهرة الفنجان؟ بإشراف البيئة. هم يدعوا إنه فيها نفايات سامة، بس لا، جودة البيئة اللي بتدعي. احنا عندنا تقرير من جامعة محترمة اسمها جامعة النجاح الوطنية بقول ما في منه هالحكي، وهي التقرير انا بسلمك اياه بين ايدي. اثنين، حتى لو جدلا انه فيها نفايات سامة، ليش يجيب لي اياها على المكب زهرة الفنجان بجنين وبتعمل لي هالفيلم اللي بالاعلام؟ احنا يعني ترجينا العمال والموظفين انهم يرجعوا للعمل تحت بند انه ما فيها اشي. يعني برضو احنا طبعا اكيد كمان الاخوه العمال في المنطقه هناك يعني كمان صار عندهم خوف معين طبعاً. نفسي انه والله في مواد سامه، فيش مواد خطره كمان طبعاً. السكان من حقهم يعرفوا الحقيقه. طبعا. طيب استاذ حلايقة، يعني تقديرك لحل الاشكاليه، رقم واحد، احنا كان دورنا في لقاء اليوم واللي باكد راح يكون في لقاء اخر، وكان بودنا ايضا الاخوه في اللي عندهم الجانب القانوني يكونوا معنا بنفس السياق. اليوم عندنا اشكاليه حقيقيه، بمعنى انا معني كاعلام بكل تاكيد اوصل المعلومه الصحيحه واتحقق من كافه المصادر قبل ما اثير اي قضيه هنا وهناك.
إن كان هناك تورط وإن كان هناك تهديد لحياة الناس، فطبعا العقوبة كل العقوبة بحسب القانون لأي شخص سولت له نفسه يعرض حياة الناس للخطر. لكن السؤال إذا كان في هناك تقصير من أي جهة رسمية إن كانت هنا ولا هناك، وواضح أنه في إجراءات ميدانية تمت بصورة غير صحيحة غير قانونية تماما، زي ما الأخوة الآن في الضابطة الجمركية والله لو ضبط مواد ممنوعة بيقول للشوفير كمل على رام الله قاعدها عندي، ولا بيرجعها إلى المصدر وبياخذ إجراءاته القانونية الرسمية، لأنه هذا دوره أولا يمنع تلك المواد الفاسدة أو المضرة بالصحة أو الخطرة إنها توصل للناس. مع ذلك التقرير أكد أنه ما في مواد خطرة، إنما هي كانت نفايات لها تفاصيل أخرى. أين نقف الآن أستاذ؟ مواد خطرة لم يثبت حتى الآن دخول أي مواد خطرة إلى مكب زهرة الفنجان أو إلى أي مكب فلسطيني مثل المنيا أو أي مكان. القضية أخطر من يعني ما نتصور. الخطورة الكبرى إن أنت عندك مشروع وطني في إدارة النفايات الصلبة، أغلقت المكبات العشوائية، تم تنظيم القطاع والإعلام ووصول ذلك الإعلام بطريقة مشوهة أو اختلاق يعني حاجات قد تضر بهذا القطاع، إنه راح يضر بالمصلحة الوطنية، راح يضر بتنظيم القطاع، وقد يسجل وضع قد يكون أكثر من لبنان حتى. طيب وزارة الحكم المحلي تتفق مع التقرير اللي صدر عن جامعة النجاح أو بدها تعززه بأي شكل من الأشكال؟ هذا واحد. اثنين، بالعكس احنا نبحث وجزء من لجنة التحقيق شكلها مجلس الوزراء، وللأسف إنه وضع يعني رئيس اللجنة هو المدعي لسقوط جودة البيئة، وهذا مخالف للعدالة أصلا. الأصل إنه يكون اللجنة محايدة وتقوم بتقرير محايد، ونحن عضو فيها ولنا تحفظات عليه. نعم. واضح إذا كان العضو هو من الجهة اللي حضرتك ذكرتها كمان، ويعني واضح إنه في خطأ قانوني أو خطأ ميداني وقعوا فيه. صحيح، لا يجوز. يعني كيف بدك تشكل يعني هيئة أو لجنة ويكون رئيسها من نفس سلطة جودة البيئة؟ القاضي والجلاد يعني. المدعية القاضي والجلاد. المدعية هي رئيسة اللجنة. طبعا. لا، والقصة الأخطر يعني إذا مكب زهرة الفنجان يعني أغلق، احنا سنكون في مشكلة كبيرة جدا جدا على مستوى الوطن. أنا هذا الحكي يعني عمره الافتراضي الآن سنة ونص. المفروض أن نبدأ اتفاقية جديدة ونعمل مع بعض على حل مشكلة الموضوع، بدل أن ندخل في مشاكل يعني تبعدنا عن الطريق اللي لازم نشتغل فيه. طيب تقديرك يعني اعتقال المدير التنفيذي لمكب زهرة الفنجان هل جاء بشكل قانوني طالما ما في أي شيء يثبت عليه؟ احنا بنقول إذا أي مسؤول يقع في الخطأ عن قصد ولا غير قصد لازم يتعاقب بكل تأكيد، لكن ماشي، بس ضمن المعطيات الموجودة الآن. نعم، لكن هو الآن أصبح مدان وما فيش عنده إدانة. نعم، هو دخل السجن على مواد خطرة، لكن ثبت انها مش مواد خطرة. نعم. هل وزارة الحكم المحلي تقديرك ممكن تمارس أي دور بهذا التوجه، كونه احنا بنحكي عن مؤسسة حكومية؟ وزارة الحكم المحلي تم تخاطب. هو المكب مؤسسة حكومية، أنا هون بشير، هو ليس شركة، هو مؤسسة حكومية. هي مؤسسة حكومية، هي بابليك يسموها، هي مؤسسة عامة، والمؤسسة العامة محمية. نعم. هي ضمن نظام الحكم المحلي، والمفروض يعني مثل أي هيئة محلية فطرة يعني. طيب، على اعتبار أنه وزارة الحكم المحلي قد تكون يعني اللي بتدفع الثمن الأكبر هي والبلديات المسؤولة في هذا السياق، وعلى الأخص بلدية جنين كونها مسؤولة ضمن، والسكان طبعا بكل تأكيد، أنا بحكي عن بلدية بما فيها من سكان ومصانع وتجار وخلافه. هل ممكن تقديرك الوزارة يكون لها موقف واضح بهذا السياق من حال الوزارة والوزير ومعالي الوزير كان أمس يعني يوم الخميس كان في لحل مشكلة المالية مع فرقية مع زهرة الفنجان. الوزير والوكيل وكل الوزارة تعمل على أنه الأمور تكون تتضح الحقيقة ويتم العمل وفق الأمور اللي تبني يعني تؤدي إلى البناء الصحيح وليس إلى التشويه للحقائق والوصول إلى نتائج الصحيحة. هذا اللي حقيقة نأمل مع نهاية لقائنا اليوم، أنها تكون وزارة الحكم المحلي تلعب
الدور الأساسي والأصيل في هذا السياق، لا تضع الأمور في نصابها، سواء كان في بيان للرأي العام أو كان بتوجه للأخوة في مجلس الوزراء، أن الوضع الحقيقي بناء على عفوا أنت لحالك بتقدر اليوم تشكل لجنة وتقول أنا لجنتي بتأكد أن الظروف اللي حصلت في هذا السياق هي من 1 إلى 10، وهذا رأيكم. وإن كان بعتبر مخرجات لقاء اليوم هي أيضا رسالة للرأي العام، هذا اللي على الأقل ضيوفنا أكدوه، هذا اللي على الأقل اللي صار في هذا السياق. إذا كان في جهة أخرى، وهون بأكد أن الأخوة في سلطة جودة البيئة مدعوين طبعا على مدار الساعة بأي وقت بدهم يكونوا ضيوفنا أهلا وسهلا، وحاولنا اليوم نتواصل معهم لكن ما مشي الحال. هذا اللي بأكدوه ضيوفنا اليوم. نصف دقيقة أستاذ وليد، وبعطي كمان نصف دقيقة للأستاذ راغب. يعني أنا اللي بطلب لو سمحت لي إنه يكون عندنا احترام للمؤسسية واحترام للأدوار، وكل واحد يقوم بدور وفق الأنظمة والقوانين بما يؤدي إلى إنه إحنا تحت احتجاج إنه نستطيع إنه نصمد ونعيش بكرامة. شكرا، بارك الله فيك، أشكرك. كنت معنا على الهواء مباشرة من وزارة الحكم المحلي الأستاذ وليد حليقة. أستاذ راغب نشكرك برضو، بعطيك نصف دقيقة لو تكرمت. أنا اللي بقول نحترم عقول بعض، وبلا من الهجمات الغير مبررة على مواضيع لا تستند إلى أساس ووقائع. وأتمنى من سلطة جودة البيئة أنها تمارس سلطاتها على أرض الواقع وليس عبر الإعلام. أشكرك على هذا اللقاء، لوجودك معنا أيضا الأستاذ راغب العارف رئيس مجلس الخدمات المشتركة لنفاية الصلبة. كان لقاءنا اليوم حول موضوع زهرة الفنجان، وننتظر من الأخوة أيضا اللي استلموا هذا الملف من الجانب القانوني إمتى بيكونوا جاهزين حتى نرجع نتناول هذا الأمر مرة أخرى. بذكر القضية هون مرتبطة بمصالح وسلامة وصحة 1,000,000 مواطن من سكان الضفة الغربية المحتلة. حال تم تطوير هذا الأمر أكيد في هناك تبعات غير تقليدية. بكل تأكيد ما في عاقل في هذا البلد لا يتمنى لأي مخالف أو كل من يتجرأ على صحة الناس وأمنهم أن يتعاقب أشد عقاب، لكن بنفس الوقت أن تكون الأمور بموجب حقائق، وأن تكون الأمور بموجب بيانات وبينة وأدلة واضحة ومعلنة وشفافة أمام الرأي العام اللي من حقه يعرف كل كبيرة وصغيرة. وأتأمل اليوم ضيوفنا اليوم اللي إن شاء الله قدموا كل معلوم ممكن في هذا السياق يكونوا توفقوا في أنهم يقدموا رأي مختلف على قاعدة تعدد الآراء، بكل تأكيد بيوصلنا لخيارات أفضل وبالتالي لقرار أفضل لمصلحة البلد. شكرا لكل كانوا معنا اليوم عبر شبكة ملف الرقيب. كونوا معنا الثلاثاء القادم بنفس الموعد. هذه تحياتي، طلعت علوي.